ده الزيزل او محمد. بتحب بنت وعايز تخطبها قريب؟ يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده. ليه بقى؟ لان الزيزل ده ليك الشامل للخطوبه، خطب مرتين وفركش. فلو لقيت اي صفه من اللي هو ذكرها في الفيديو لازم تفركش فورا، لازم. واكيد وحشني فشخ يا اسطى، وانتي اختي الكريمه وحشاني موت بجد. امشي انت. المهم يا اخواتي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتوصلوه 5000 لايك، وتتابعونا على حساباتنا على السوشيال ميديا، ويلا بينا على الشبلنجه. شبلنجه. بقول لك يا جميل، واخر الشراء ده لو رحت الاقيهم. حضرتك بتقول ايه؟ لو رحت اخر الشارع الاقيهم هناك. انت منين يا قمر؟ شكلك من هنا. من هنا دي اللي هي فين؟ الحته اللي احنا فيها دي ما فيهاش حل وانا غيرك اساله. انت اسمك ايه؟ سميره. اسمك حلو. انا محمد. كام سنه يا محمد؟ 28. ونتي يا سمسم 33. شغال ايه؟ صغيره. لسه شباب. عز الشباب. انا بحب السن ده على فكره. حبيبي انت شغال ايه؟ انا باريستا وجوكر في كوفي في المهندسين. ونتي جوكر يعني كابتن اوردر عشان ما تهياش مني، وباريستا يعني بعمل مشروبات فخر. تمام يا مسم. اي رحتي فين يا قلبي؟ باريستا وجوكر. ساكن فين قلت لي؟ في المعدي عند مدرسة مصطفى كمل. ونتي خريج ايه بقى؟ انا خدت اولى ثانوي وحصلت ظروف وما كملتش. يعني معاك ثانوية؟ ونتي بقى احكي لي عنك شوية. عاوز تعرف عني ايه؟ يعني عيشة ازاي؟ في حد في الحية بتحسي انه سند ليكي؟ في حد في حياتك؟ لا مفيش يا محمد. انت في حد؟ لا. اتجوزتي زمان ومات مني الله يرحمه. وانت ليه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش؟ بقول كتير متوفي ما اعرف، بس نسيب لسه ربك ما اذنش. طيب انت مش زي الشباب بتوع الايام دي يا واد؟ ارتبطت صاحبت كده؟ لا ممكن اكون ما بشغلش دماغي غير لما الاقي نفسي مع حد فاهمني. حضرتك بتقول ايه؟ وانت اكيد ما حدش لغايه دلوقتي قابلته فاهمك. اكيد لقيت، بس بعد فتره بيتغير، مش مره واحده مرتين، وبيتغيروا اللي تفتكر. عرفه انا حبيت مرتين في حياتي. احكي لي فضفض. عرفه كل واحده ما غدتش مني غير كل خير اقسم بالله، لكن ردوا المعروف بكسورة قلب. لا ما تاكلنيش بالكلام، انا عاوزاك تشرح لي كل علاقه فيهم، انا عاوز اسمعك. هما كانوا خطوبه رسمي قدام كل الناس تمام؟ اول واحده خطبتها سنه، انا متفقين على سنتين. عدت معايا اول سنه كانت تمام. السنه التانيه شهرين 3 بمسك تليفونها بالصدفه، لقيت حد بعت لها رساله. ايه يا حبيبي ما بترديش ليه؟ كنت بحبها. طب اسالها مين ده؟ الخاينه بنت الكلب. عارفه ما اثرتش معايا في اي حاجه، وطلبت عيني كنت اوديها لها. ردت عليك قالت لك ايه لما سالتها مين ده؟ قعدت تحاور. انا ما اعرفش. انت داخل على الرسايل ترايا هي بتعمل ايه بقى؟ ما بيتكلموش ولا على واتس ولا على الماسنجر ولا على فيسبوك، بيتكلموا من على الرسايل. لا تمام SMS وكده. طيب وقالت لك مين ده؟ فخليت التليفون معايا شويه ورساله تانية اتبعتت بعدها بساعه. كان لها طب بصي انا هنام ولما خطيبك يمشي كلميني. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ لو مكانها هتعمل ايه؟ طيب مش ممكن يكون البيست فريند بتاعها؟ طيب هي ردت عليك لما قريت المسج دي بايه؟ لا هي بتقاوح وبيجههوا، فباختصار كده شهدت على اهلها، طلبت حاجتي وخدته. بنت كلب ما يزعلش عليها. انت احلى يا حماده. هي كانت منين وكام سنه واسمها ايه؟ هي كانت معرفه بالنسبه لي، امها ووالدتي اصحاب وكده من زمان، وكان اسمها امل 19 سنه. تتعود يا روح قلبي. طبعا. احساسك ايه بعد ما سبتها؟ كسبت كرامتي لو هخسر كل حاجه، لو روحي فاضيه اختاري الموت. قعدت قد ايه تموف اوني منها؟ مش فاهم. كلمه موف اون يعني عشان تنساها وتقدر تحب غيرها؟ وضحي. لا دي نسيتها مع فنجان قهوه وسيجاره وربنا. يا واد يا مجرم. وقعدت قد ايه عشان تخطب التانيه؟ يعني سحلت شويه في الشغل بتاع حوالي سنه. تقول ايه للشباب اللي بتنتحر عشان البنت بتاعته سابته يا قدوه؟ اكل لهم اللي يسيبوا حد تلعب بمشاعره وتاكل يمين وشمال ونت عشان زعله بتكون حضر. احب اقول لك ما يبقاش قلبك عل. اوف راجل موت. التانية بعدها بسنه. احكي لي يلا. ده انت اللي قمر وربنا. عاجبك الموضوع انت؟ موت. وانت بتحكي بطريقه تحفه. انت اللي عسال يا عسال. بقول لك ايه، قول لي ينفع نتكلم في التليفون لو مش عايزاكك؟ اهلي بره بس وعد بعد ما نخلص هنتكلم. يلا بقى احكي لي. التنيه يا ستي دي بقى ممثله بارعه افجر من سمية الخشاب. في الجسم ولا التمثيل؟ التمثيل. حصل ايه؟ اقول لك ده انا اتعرفت عليها في فرح بنت عمتي، بصراحه كانت كويسه كده وهاديه وكيوت. بنت عمتي التانيه سالتها عليها وكده، هات لي دي صاحبتي. قلت له عرفيني عليها. قالت لي تمام ماشي. اخترعت حوار كده، قالت لها تعالي معايا هنجيب حاجه من بره. مشوا اخر الشارع سنه وانت ماشي وراهم بالصدفه يعني. رحنا بقى نجيب الحاجه نكشك بره. اتعرفت عليها بقى واحنا راجعين، كان اسمها رحمه. اتعرفت عليها ازاي؟ وهي ماشيه جنب بنت عمتي، قعدت انكشها كده. تنكشها ازاي يعني؟ معلش بحب التفاصيل. قعدت والله ازيك عامله ايه، طلع اسمك ايه، ما رديتيش ترد.
قلت لها عيشه الاسامي. المهم ضحكت ايه. المهم قلت لبنت عمتي دي هو طارق رقمك وكده، جبته واتكلمنا شهر، كانت كويسه. بعد كده بقى طلبت منها ان انا اخطبها رسمي، تمام؟ عشان انا ما بحبش اعمل حاجه من ورا حد. ليه بقى؟ عشان انا عندي اللي اخاف عليه. فهمه؟ انت نمت ولا ايه؟ نمت يا سمسم يا عسال؟ رحت فين؟ خليك معايا. فاهمه، كمل. المهم خطبتها 6 شهور، انا متفقين على 2 بره. من بعد 6 شهور خطوبه، بعد ال6 شهور دول بدات بقى هي اللي تتكشع، عاوزه وعاوزه وعاوزه وعايزه وعايزه وكن فيكون. فاهمه؟ تتكاشع دي اللي هي تتجشع زي الفل. كمل يا ملك. لو جبت اللي هي عايزاه بتحبني، لو ما جبتش انا وحش. هي كانت بتطلب ايه مثلا وما رضيتش انت تجيبه لها؟ ويا ريت بيني وبينها ده قدام اهلها، مثلا فلوس باستمرار حرفيا كل يوم. بتطلب منك كام؟ كل مثلا ما تشوف واحده صاحبتها جايبه طقم انا عايزه زيه مثلا يعني. لا كتير. وقعدت معاها قد ايه؟ وصلت ل 200 جنيه كل يوم. فاهماني؟ هو عشان انت غني تستغلك يعني؟ كل ده تحت تأثير بتمثل اللي هي بتحبني. سيبك من غني وفقير، الشبعان شبعان وسولو. تشرف اي حد عشان راجل بجد. على حق يابا. وقعدت معاها قد ايه؟ المهم 1.5 سنة. مش اي حد يقولك بحبك تصدقه في حالة واحدة بس، لو الكلمة دي اتحولت لفعل. مش معقول، مش معقول يخرب بيتك. انت بتجيب الكلام ده منين؟ انا عندي سؤال يا محمد. هو انت شهرتك الزيزل؟ تاني سؤال يا زيزل، اتفضلي. هو ليه اللي بيحب قوي بينجرح قوي؟ عشان قلبه غلط وحب باخلاص وسد. وفركشت معاها ازاي؟ لما اكتشفت انت هي بتمثل واللي يهمه الماديه، خدت حاجتك منها ومشيت برضه. لا، بعد عملت له كمين عشان اثبت حجه لنفسي. يعني ايه؟ يعني هي ماديه صح، تمام وبتمثل اللي هي بتحبني بجد، تمام ماشي. كانت قايله لي ان هي عايزه تجيب شويه حاجات، مكياجات يعني وحاجات بتاعتها، المفروض اللي احنا بنقعد مع بعض كل جمعه، تمام؟ بعثت لها الاسبوع وما اشوفهاش واروح اقعد معاها الجمعه. شويه الحاجات دول اسودوا 2000 جنيه، تمام؟ يعني ايه اسودوا؟ الحاجات اللي هي هتجيبها بيسوى 2000 جنيه يسووه، فهمتي؟ جمعت تمنهم 2000 جنيه. انا رايح معايا يا عم حوالي 4000 جنيه. جبت شويه حاجات ب 500 جنيه وانا داخل، فقعدت شويه مع امها. هي طلعت تقعد معي، امها قامت دخلت الاوضه واحنا قعدنا في الصاله، فبتقول لي فين الفلوس اللي قلت لك عليها بعد ما قعدنا بساعه. انا قلت لها الدنيا مخبطه معايا والظروف مش احسن حاجه لما تفرج، والفلوس في جيبي، تمام؟ بتختبرها يا شقي. لقيتها قامت بتقول لي ايه بقى؟ لما تبقى تجيب اللي قلت لك عليه يبقى تعالى اقعد معايا. ايه رايك في الكلام ده؟ لا، هي بتخيب ولا ايه؟ دي بتستهبل بنت الكلب جعانه. سابتني ودخلت. ادخل وراها ما تسيبهاش. لا، انا فضلت قاعد بره ما سالتش فيه. قاعد في الصاله وهم كلهم جوه ولا انت عليها احد. استني بس. امها طلعت بتقول لي في ايه؟ قلت لها بنتك كذا وكذا، اتصل باخوها جاي، طلع حصل كذا وكذا، قاعد معايا واتكلمنا. بعدين قلت له اختك زعلانه عشان الدنيا مخبطه معايا ومش مستحمله لما الدنيا تمشي. هو في فلوس ابقى حلو؟ ما فيش فلوس تعمل مشاكل؟ قال لي لا. طلعتها من جوه. بتقول لي فلوس ايه يا ابو فلوس؟ قلت لها بصي انا في جيبي 5000 جنيه اهم، بس انتي غبيه. معلش انا عايز حاجتي عشان مش هكمل مع انسانه زيك بس. وخدت حاجتي. بجد كلبه ما تستاهلكش. كانت طماعه قوي الصراحه. عاوز اسالك سؤال، تفضل. هو ليه البنات بتلعب بولاد الناس؟ وربنا ما عارف، بنات ما تربوش بس يا ستي، وهي دي قصه ارتباطي. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. يا سلام يا عم، حسيت ان انا بحكي لك الخطايا. بقى عندك تراست ايشوز يا حبه عيني. ودعي يا سمسم. شفت ابو الليف؟ ميلو. شفت لما غنى ما بقاش عندي ثقه في حد؟ يا لهيوي. هو ده بالتحديد التراست ايشوز، انعدام الثقه في الاخرين. ليه ابو الليف ما عندوش ثقه في حد؟ رد عليه في الكوبليه اللي بعديه على طول، من اللي انا شفته في حياتي خلاص انا خدت درس وغلطتي ما ذاكرتهوش. انا خدت الصدمه بجد. مين اقرب ناس في حياتي؟ خلاص يا نجمه هنغنيها كلها ولا ايه؟ قول لي بقى انت عامل ايه في حياتك؟ ايه يا جميل؟ تمام. انت ليه بقى داخل تكلمني؟ عندي شقه طيب بتاعتي. شقه فين؟ في المعدي. وعندي وحده في بيت ابويا بس دي مأجره، وشغال الحمد لله، الشغل كويس مرتاح فيه، بكسب كويس الحمد لله، وهو ادينا عايشين. رحت فين؟ طيب انت ليه بعت لي اد ودخلت تكلمني يا زيزل؟ وضحها عشان في كلام مش وضح. بقول لك انت ليه دخلت تكلمني؟ يا روح قلبي. ايه ليه بيكلمني؟ انا اللي دخلت اكلمك. عشان ايه؟ وحابب اتكلم معاكي. هتصدقيني؟ باحترام طبعا هصدقك. انا ما عنديش اصحاب سيدات ولا بنات، بس حابب انا ونتي نكون اصحاب باحترام زي ما بتقولي، ومش عاوز من حجه اقسم بالله. رحت فين يا جميل؟ بص يا سمسم ده رقمي، خلي معاكي رن عليه في اي وقت. خلاص اوكي هبقى اكلمك. مش عاوز حاجه تاني مني؟ حجه زي يعني مش عاوز صوره كده او فيديو كده. انا ببقى عارفه ان اغلب الولاد اللي بيخشوا يكلموا بنات بيبقوا نيتهم مش حلوه وعايزين ده بس.
سواقيك مش زي بعضها على فكرة. أنا والله مش عايز حجة، لا منك نتي ولا من خيرك. أنا عنيدي ولا أخاف عليهم. تصدق يا اسطى أنت راجل بجد؟ الحمد لله. ونتي ست الستيت، بس أنا مش ست أصلا. انا ولد الصراحه. ولا يا عامل أكاونت ست. الصراحه بحب اصطاد الحيحانين اللي بيخش البنات وبتريق عليهم وبفضحهم، بس انت راجل محترم. فهمتك، استلهوا عموما. بس أنا مش كده يا أخويا، أنا بس كنت زهقان وقلت أفضفض عادي، فاهمني؟ فاهمك يا اسطى، اللي انت عملته ما فيهوش غلط، انت دخلت تتعرف وتتكلم بكل ادب واحترام، وانت زي ما بقول لك راجل محترم، وربنا يرزقك بواحده ثالثه بعد الخطوبتين دول تعوضك عن العلوق اللي كانوا معاك. حبايبي يا أخويا تسلم لي. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.